قتلات راجلها ومشات للمختفون كتقلب عليه باش تحيد عليها الشبهات. أتبان لك بحال شي قصة ديال شي فيلم، ولكن راها حقيقية 100% وطرات في مدينة مارتيل، واللي أخيرا الشرطة ومن بعد 11 سنة ديال البحث فتحات ولقاو الجثة ديالو مدفونة في الكراج ديال الدار. ما نزيدش نطول عليكم اكثر، خلينا ندخلوا في التفاصيل ديال القصة. ما تنساوش لايك وفولو إلا عجبكم الفيديو. سنة 2012 مشات زوجة من مدينة مارتيل لبرنامج مختفون باش تقلب على الزوج ديالها اللي اختفى في ظروف غامضة، وقالت بأن شي واحد داز عند راجلها الطوموبيل ومشى هو وياه، ومن تما ما عاودت شافته ولا سمعت عليه شي اخبار، وباللي هذه 35 سنة وهما مزوجين وحياتهم كانت عادية وما عندهمش صداع مع حتى شي واحد. والزوج ديالها اللي هو الضحية كان كيخدم طباخ، وكاع الناس اللي كيعرفوه كانوا كيشهدوا بانه واحد الراجل اللي درويش وداخل سوق راسو ما كيجبد الصداع ولا العيب مع حتى شي واحد. بكات ملايين المغاربه بالقصه ديالها، بالبراءه وبالحرقه اللي كدوي بها على راجلها والفراق ديالو. ديالي هذه 33 عام باش تزوجنا انا وياه، وعندنا 3 الوليدات. مشاكل ما عندناش مع الناس ولا شي حاجه، ما عندنا حتى شي حاجه مع شي واحد، ولا حول الله ما عرفناش شنو نزل علينا، شنو صار علينا باش خرج راجلي ما رجعش. جا مورا واحد السيد بالطوموبيل وصونا، جاونا قال كاين راجلي، قلت له كاين، قال لي كلموه كلمتولو وهبط عنده. وقالت بلي ابار الصعوبات الماديه اللي كتلقى حيت الراجل كان هو المعيل ديال الاسره، فراه كتحس حتى بالفراغ العاطفي اللي خلى، وباللي وليداتو بثلاثه توحشوا باهو، وطلبات من كاع اللي شافوا ولا عرف عليه شي خبر يعلمها. حتى لهنا كلشي كيبان عادي، حتى من الجهات الامنيه اعتبروا قضيه اختفاء اللي عاديه، ولكن من بعد 11 عام الجهات الامنيه توصلت بوطن في جريمه قتل ودفن الضحيه اللي هو الزوج، ومشاو البوليس للدار ديالو. ومن بعد 4 سوايع ديال الحفير لقاو البقايا ديال الجثه في الكراج ديال الدار اللي تم نقلها لمستودع الاموات في مدينه مارتيل من اجل التشريح واكمال التحقيقات باش يعرفوا الدوافع والطريقه ديال القتل الزوج وتفاصيل الجريمه. والغريب في الامر ان كاع الساكنه شهدوا بانها كانت مرأة مزيانه ومهليه في وليداتها، وتصدموا من هذه الواقعه. انا شخصيا مازال مستغرب كيفاش انها قدرت تقتل الزوج ديالها وتدفنه في نفس البلاصه اللي عايشه فيها وتعيش معاه هاد السنين كامله. الا كانت فعلا هي المجرمه فراه مستحيل تكون هي هذيك. كنظن بانه يكون عندها شي مشكل نفسي، فالشخص الطبيعي راه كاع ما يقدر يدير هذا الشيء هذا. شنو ما كان السبب؟ البلاغ الامني اللي خرجته ولايه امن تطوان تيقولوا بانه تم الاعتقال ديال الزوجه والاخ ديالها للاشتباه بتورطهما في قتل الزوج ودفنه بالمرأة بالبيت سنة 2012، وإخبار الشرطة باختفائه قصد تضليل وطمس معالم الجريمة. لحد الآن الشرطة مازال دايرة التحقيقات، والزوجة مازال غير مشتبه فيها، والمشتبه يظل بريئا حتى تثبت إدانته. وكنظن باللي مستحيل تكون الزوجة هي اللي ارتكبت هذه الجريمة، وباللي غيكونوا شي تفاصيل أخرى. فما تنساوش لايك وفولو باش توصلوا بكل جديد.